السلام عليكم، مرحبا بكم دائما عندي في القناه. نتمنى هذا الفيديو يوصلكم ان شاء الله وانتم دائما في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الفطائر بواحد العجينه اللي كتجي قطنيه وواحد الحشو اللي اقتصادي. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. نخليكم تكتشفوا المكونات وطريقه التحضير ان شاء الله. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نتعرفوا على المقادير. هنا عندي خضر مشكله، عندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج، عندي فلافل حمراء وخضراء وشويه ديال الكرا محكوكه وشويه ديال الخيزو محكوك. هنا عندي بصله متوسطه محكوكه، وعندي ايضا التوابل. عندي شويه ديال الملح وزيت الزيتون. بالنسبه للتوابل عندي خرقوم وسكينجبير، شويه ديال الابزار وشويه ديال القزبر حبوب وشويه ديال الكمون. على بركه الله انا جبت مقله غادي نوضع فيها الدجاج والبصله، وغادي نزيد زيت الزيتون وقبصه ديال الملح، وغادي نخلطهم مزيان. ومن بعد غادي نزيد العناصر كلها، يعني الخضر كامله غادي نشحرها دفعه واحده. عندي ايضا صوص صوجا، وعندي شويه ديال الثومه يابسه كتعطي واحد المذاق خطير في الفطائر البنات. نتمنى انكم تجربوها. غادي نشعل النار وغادي نوضع المقله ديالي فوق من النار، وغادي نشحر الخضره ديالي وها نتوما معايا. هنا بالنسبه للعجين انا عندي الدقيق، يعني الدقيق الكامل، يعني الدقيق ديال الزرع اللي غادي نزيد عليه شويه ديال بذور الشيا، اللي غادي نزيد معلقه صغيره من سكر حبيبات، وغادي نزيد معلقه صغيره ايضا من الخميره الفوريه، وربع معلقه من الملح، وزيت الزيتون ايضا تقريبا نص ربع كاس، عفوا ربع كاس من زيت الزيتون. وغادي نعجن العجين ديالي عادي، يعني بالما يكون دافي. صافي من بعد ما غادي نعجن العجين ديالي غادي ندهنو بشويه ديال زيت الزيتون، وغادي نغطيه ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو. بالنسبه للحشو ديالي صافي راه قرب يوجد كيف ما كتلاحظوا. انا غادي نزيد شويه ديال الزعتر محكوك حتى هو كيعطي مذاق غزال، او الزعتره، وغادي نخليه حتى ينشف مزيان، وغادي نخليه يبرد ونطلقوا باش نشكلوا الفطائر ديالنا. هنا العجين ديالي من بعد ما اختمر انا غادي نقسم الكرات، يعني كرات صغيره. غادي نستمر تنكمل العجين ديالي كامل. ودابا غادي نشكلوا الفطائر ديالنا من بعد ما برد ليا الحشو. كيف ما كتلاحظوا انا خديت كويره وكنبسط لها بهذه الطريقه. نتمنى لا فيديو يكون واضح، يعني الفيديو شرح نفسه. غادي نحاول نخلي الجوانب ونبسط فقط الوسط، وكنعطيها هذا الشكل هذا. غادي نستمر تنكمل الكويرات ديالي كاملين، وغادي نحطهم في الطاوه اللي كتدخل الفرن. انا وضعت الفطائر ديالي في الطاوه اللي كتدخل الفرن، وحاولت نقاد ليهم الشكل ديالهم. انا غادي ندهن الجوانب اصفر بيضه اللي خلطته مع شويه ديال الخل.
يعني ممكن تخليو هاد العمليه حتى الاخر تعمروا الفطائر ديالكم عاد دهنوا. انا هاد العمليه جاتني سهله من الاحسن. غادي ندهن الجوانب يعني هما الاولين، وغادي نرش عليهم الزرارع، اي زرارع كتفضلوا ومتواجده عندكم. انا غادي نرش شويه ديال الخشخاش وشويه ديال السانوج والزنجلان، وعاد غادي نعمر الفطائر ديالي. غادي ندير شويه ديال الفرماج يعني هو الاول، يعني الجبن محكوك، ومن بعد غادي ندير الحشو ديالي. نعمر هاد الفطائر ديالي بالحشو، وغادي نزيد عليهم الفرماج من الفوق، ومباشره كندخلهم للفرن. كيجيو ممتازين هاد الفطائر وكيجيو لذاذ، لا الشكل ولا المذاق. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوهم. الاهم انهم ساهلين واقتصاديين ايضا. بالنسبه للحشو راه تيبقى اختياري، ممكن تعمروا بالخضر، ممكن بالطون، ممكن باي حاجه كتعجبكم. غادي نستمر وغادي نزيد الفرماج من الفوق، ندخلهم للفران ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الفطائر. وهذا هو الشكل الفطائر ديالنا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. العجينه كتجي هشيشه بزاف وكتجي خفيفه وقطنيه وكتجي لذيذه من طبيعه الحال. نسمنها بديك بذور الشيا كيف ما كنعرفوا الفوائد ديالها الصحيه، يعني كنحاولوا ندخلوا هاد المنسمات او هاد الزرارع مفيدين للصحه ديالنا. وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتخليوا تعليق ان شاء الله. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليتكم على خير، مع السلامه.